السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ من موقعنا هنا في التجمع الخامس كومباوند المصراوية. طبعا احنا معانا شقة هنا، انت اكيد شفتوا التعديلات المعمارية اللي احنا نزلناها، لان كان فيها بعض الحاجات الحركات الذكية يعني اللي احنا عملناها عشان نداري او عشان نفتح أوضة زيادة يعني. فطبعا الفيديو المباني ده لو ما شفتهوش هتلاقيه على قناة اليوتيوب او هتلاقوه على الفيسبوك والسوشيال ميديا بتاعتنا كلها. فدلوقتي النهارده عندنا هنا انا بسجل دلوقتي العلب الكهرباء اللي احنا عملناها والتأسيس الكهرباء يعني تأسيس السباكة. فده طبعا مرحلة مهمة جدا، وفيها بعض الحاجات اللي انا عايز اقولها عشان الناس تعمل حسابها قدام، يعني عشان موضوع الكهرباء ده مهم جدا جدا جدا. عندنا اي شاشة تلفزيون احنا بنأسس لها علبتين تحت، العلبتين تحت دول عشان لو هتحط بلاي ستيشن او هتحط اي كابلات اتش دي او هتحط ساوند سيستم، بيبقى العلبتين دول بيداروا الاسلاك، لان الاسلاك بتخش تطلع من وراء الشاشة. تمام. وطبعا احنا لما بنيجي نحط البرايز بتاعتنا ونحط كل حاجة، الشغل بتاعنا كله بيبقى العدد العلب على قد المفاتيح على قد التقسيمات. والعلب بتاعتنا طبعا زي ما احنا بننزل بتبقى مترقمة وبتبقى متنظمة. دي برضو تاني حاجة في حاجة الكهرباء معانا النهاردة. تمام. طبعا احنا عندنا هنا تأسيس التكييف هيكون معانا هنا. تمام. وفي برضو مقترحين لزرار التكييف في الكهرباء. في مقترح ان احنا بنودي الكهرباء بتاعة التكييف على دايركت على الشاشة، وفي مقترح تاني ان احنا بنحط ليه مفتاح خاص خاص بالتكييف. ففي ناس بترجح كده وفي ناس بترجح كده. انا عن نفسي لما اجي ارجح ان يكون في زرار، عشان لو حصل انقطاع في الكهرباء وتوصيل ومفيش حد في البيت ما يشتغلش بتلقائي، يبقى لازم احنا نعمل زرار تكييف يفصل تكييف عن اللوحة دايركت يعني. تمام. عندنا هنا طبعا برايز، وعندنا هنا هنا في 2 اباليك برضو زي التصميم بالظبط زي ما انتم شايفين كده. في 2 اباليك موجودين هنا، وطبعا الخرطوم اللي فوق بيبقى خارج لإنارة الجبس. بعد كده طبعا احنا عندنا طبعا دي الغرفة طبعا اللي احنا عدلناها. هي غرفة ضلمة شوية. فتحة المطبخ سوري، فتحة الأوضة عملناها على الطرقة عشان نهوي الأوضة دي، لأن الأوضة دي احنا يعتبر خدناها من الطرقة أو خدناها من الريسبشن على الطرقة. خلقنا أوضة جديدة، يعني احنا صنعنا أوضة جديدة فيها تأسيساتها عشان الدنيا ضلمة فيها، بس فيها جميع تأسيساتها زي ما هوريكم هنا بالظبط معانا يعني. طبعا احنا عندنا هنا نفس القصه بالظبط، الاثنين بتوع التلفزيون، وبرضه بيبقى عندنا باريزه اللي تبقى موجوده تحت، ولسه هنزود باريزه هنا انا معلم لهم على الباريزه دي. وطبعا الاناره بتاعتنا والتكييف بتاعنا وطبعا في الباريزه بتاعتنا. واحنا عندنا برضه هنا بقى اوضه صغيره فيها سرير 120، ودول الباريستين اللي بيكونوا على الكومود موجودين يعني. ودي اوضه صغيره برضه عملنا لها اسسنا لها كل حاجتها من تكييف وكهرباء واساسات كهرباء كامله يعني. طبعا احنا هنا برضه هيبقى في تأسيس جبسن بورد. تمام. نفس القصة بالظبط. هنا عندنا برضو العلبة بتاعتنا، ولسه هنعمل علبة تانية جنبها برضو، وعندنا الإنارة بتاعتنا والكلام ده كله. وطبعا الجماعة طبعا بايتين هنا عشان ننجز الوقت زي ما احنا بنقول دايما. تمام. طبعا انتم شايفين كده مستوى العلب على الليزر. تمام. يعني بالصدفة كده احنا دخلنا لقيناهم شغالين. المستوى الليزر على العلبة من تحت زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. تمام. زي ما الليزر باين كده على العلب، فالشغل بتاعنا بيبقى شغل منظم منسق زي ما انتم شايفين. ولسه طبعا الناس شغاله. طبعا تاسيسات السباكه عندنا احنا خلصنا هنا تاسيس السباكه عندنا برضو. في عندنا الشاور هنا، وفي عندنا البيبه الرئيسيه، وفي عندنا التواليت بتاعنا كان فيه تعديل خارجي. طبعا عملنا تاسيس السخان موجود معانا هنا، والشاور والتواليت والحوض. وده المطبخ برضو اسسنا كله حاجه السباكه بتاعته. عندنا برضو هنا جميع الشغل بتاع السباكة عندنا. الغسالة 1 وغسالة 2 والحوض والفلتر. تمام. والمحبس الرئيسي بتاعنا. تمام. لو جينا هنا بقى لغرفة الماستر. تمام. فغرفة الماستر نفس القصة زي ما احنا بنقول، نفس كل حاجة. بنأسس للتلفزيون وبنأسس علبتين تحت وبنأسس الإنارة الرئيسية. وبرضو عندنا هنا السرير موجود. السرير دايما بنأسس له علبتين وعلبة. تمام. العلبتين دول بيكون فيهم واحدة ديفيتير. الديفيتير عشان لو حد دخل من اوضه النوم هناك يقفل النور قبل ما ينام يعني. عندنا حمام الماستر هنا برضو. حمام الماستر لسه خلصان النهارده سباكه، ولسه شغل الكهرباء برضو هيخلص فيه. فطبعا اسسنا للشاور، واسسنا برضو للتواليت، واسسنا البيبه الرئيسيه، وعندنا الحوض
وعندنا الشغل بتاع تغذية التواليت بتاعتنا، تمام. طبعًا إحنا النهارده كان فيديو عن الكهربا والسباكة سريع، إحنا لسه ما خلصناش لا كهربا ولا سباكة، استنوا طبعًا الفيديوهات بتاعتنا. أول فيديو بيبقى فيديو الاستلام، بعد كده المرحلة الأولى اللي هي بتبقى كهربا وسباكة ومكالمات محارة وجبسون بورد، المرحلة التانية بتبقى نقاشة وسيراميك، والمرحلة التالتة بتبقى التفنيشات الأخيرة خالص. دي كلها مراحل إحنا بننزّلها في كل وحدة، عشان اللي يتابع الوحدة يتابعها من الأول لحد الآخر. وآخر فيديو خالص اللي هو بيبقى فيديو تسليم الوحدة للعميل، والفيديو السادس بيبقى فيديو رأي العميل. إحنا عندنا 6 فيديوهات، 6 فيديوهات لكل واحدة موجودين على القناة باستمرار لكل واحدة عندنا، بحيث إن اللي عايز يتابع الوحدات كلها من الأول للآخر بيرجع ويتابع الموضوع ده معانا، ويكون بشكل منظم يعني. طبعًا كل واحدة لها تصميمها ولها شغلها ولها سيستمها الخاص. استنوا شوفوا إن شاء الله الوحدة لمّا تستلم على خير. كان معكم المهندس عبد الرحمن بكر، في أمان الله.